السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هوريكم تكات للكشري المصري بجد رهيبة رهيبة. الناس طبعا يعني الحاجات البسيطة ديت بتعديها، لكن هي طبعا أساس الكشري. كلنا بنعرف نسلق المكرونة وبنعمل الرز وكلنا طبعا، لكن الشطة والدقة والبصل المكرمل والعيش التوست والحمص والبصل طبعا ناس كتير جدا ما بتعرفش تعمله. النهارده باذن الله على السريع كده هوريكم. طبعا شايفين شكل الشطه عامل ازاي والجمال بتاعها عامل ازاي، وطبعا الدقه بتاعت الكشري. طبعا كل ده هعمله معاكم في الفيديو. بس لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تنزلي تحطي لي لايك وتشتركي لي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. وهنسمي الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنبدا طبعا بالفيديو. مكونات طبعا الكشري طبعا كلنا عارفينها. طبعا المكرونه الاسباجيتي والقلم والرز بالشعريه والصلصه. طبعا المكرونه سلقتها عادي. انا عملت معاكم الكشري قبل كده. تسلقيها طبعا، الميه تغلي كويس جدا وتسلقيها وتحط لها شويه زيت وتصفيها على النار. البصل هتقطعيه جوانح كده، وطبعا وتحط عليه شويه نشا وملح وتقليه في الزيت. العيش طبعا بتاعنا الجميل دوت هتقطعيه طبعا كده وتفرديه وشويه زيت. ما تقلهوش لان طبعا الزيت غالي جدا. ما تقلهوش، لا، شويه كمون وشويه فلفل اسود وتدعكيه طبعا كويس جدا كده وتحطيه في الفرن. هيطلع معاكي احلى عيش ممكن تاكليه. طبعا الدقه فصين توم كده تحمرين في شويه زيت طبعا وتنزلي بالخل. وبعد كده طبعا بعد ما الخل طبعا يدي الطشه الجميله ديت، بس هنا ما تخليش التومه بتاعتك تحمر عشان ما تديش اللون دوت. وبعد كده عصره ليمونه ودقيقتين على النار. اول بس ما تغلي طبعا هتحط عليها شويه الكمون وتطفي عليها وخلاص. على كده الدقه بتاعتك هتقدميها طبعا في البوله بتاعت التقديم ديت. وبعد كده طبعا هنعمل برضو الشطه. شويه زيت، دي الشطه الزيت الحراقه جدا. شويه زيت كده على النار وهتنزلي بالشطه بتاعتك. اول ما بس الشطه تدي لون كده، بكون مقطعه طماطمايه وقرن فلفل. طبعا لو احمر هيبقى احلى طبعا بكتير. لو ما عندكيش هتحطي طبعا فلفل اخضر. اول ما قلبتها ما تخليش الشطه بتاعتك تتحرق عشان لونها ما يمررش. طماطمايه وقرن فلفل كده وهتقلبيهم برضو تقليبه. وبعد كده هتنزلي بشويه ميه ونقطتين خل. نزلت طبعا، شايفين طبعا الشطه وشكلها وجمالها. انا من عشاق يا جماعه الشطه، بعشقها. يعني لو عندي مكرونه بصلصه ولا اي حاجه لازم اعمل الشطه طبعا دي. وطبعا كده خلاص برضه هحطها. وكده طبعا انا عملت معاكم الكشري قبل كده. البصل طبعا هتقليه في زيت غزير وتصفيه. وطبعا هترصي الكشري بالشكل الجميل ده زي ما انتوا شايفين. لو عايزين الطريقه بالظبط يعني بتاعه الكشري انزلوا طبعا، هسيبها لكم في صندوق الوصف. وبكده وصلت معاكم لاخر الفيديو.